يا صباح كل حاجة حلوة، يا رب يا رب كل حد بيتمنى اي حاجة ربنا يحققها له ويديله اكتر ما بيتمنى، يا رب اللهم امين. انا عارفة ان انا بقيت انزل لكم الفيديو بالليل، فالمفروض اقول لكم مساء الخير وكده، فمش مشكلة اللي بيشوف الفيديو الصبح صباح الهنا، واللي بيشوفه بالليل مساء الفل. والمهم النهاردة في الفيديو ده كان مزاجي مش احسن حاجة، فقلت اشارككم بقى معايا يومي بعمل ايه لما مزاجي ما يبقاش احسن حاجه، حاجات كده ايه اللي هو تلطف المزاج. اول ما بصحى من النوم طبيعي بساوي السرير بتاعي وبرش معطر كتير جدا، وبفتح الشباك كده عشان يدخل هوا ويغير هوا البيت واشوف زرع وكده. الحاجات دي حقيقي بتفرق في نفسيتي جامد وبتلطف الدنيا كده. عارفين بقى لما تبقوا صاحيين اليوم مش يومكم فيلا بقى كل حاجة هتبقى مش يومكم. لسه بسخن اللبن علشان اعمل هوت شوكليت وكده، قلت اشربه معاكم عشان حلو قوي، فقلت يعني ايه اقول لكم عليه. راح اللبن عاملها معايا، مسحت وخلصت وظبطت الدنيا وحطيت بقى البتاعه دي عشان ما كنتش حطاها وقع. هو ده الهوت شوكليت، حلو قوي بتاع كادبري، بجد حلو قوي. المهم ان هو خلي بالكم بيزود الوزن جامد، فانا ما بكترش منه يعني مره كده وخلاص. فاللي هو تاني اللبن بيوقع تاني، لا مش يومك بقى. طب غصب عنك هخليه يومي، عارفين انتوا الجو ده. هو انا كنت كده. المهم عملت الهوت شوكليت وحطيته بقى كده على جنب، وقلت ايه اطلع اعمل العادات الصباحيه اليوميه بتاعت كل يوم كده معاكم واقول لكم عليها، واظبط الدنيا على ما هو يبرد شويه، وبعد كده ايه اشربه والدنيا رايقه كده. فقمت عملت روتين بسيط خفيف كده خالص، مش بياخد يعني ما بيكملش ال10 دقايق، وبس بيحسسني ان انا قاعده كده في مكان رايق حلو، فاشرب بمزاج تمام. اللي هو بساوي بس الخداديات مكان قعدة بالليل والكلام ده. لو في لعب لاسيا بدخلها برضو، برش معطر تاني عشان اتسألت كتير عليه على الانستجرام، ده بتاع فريدة ريحة الخوخ. بحب منه اللي احلى من ريحة الخوخ ريحة العود وريحة بهجة، الاتنين من فريدة حلوين قوي. ومؤخرا بقيت اجيب معطر تاني من حد فاتح عندنا في المدينة شاطر قوي، هبقى اوريهولكوا في فيديو تاني. بس مش عارفة هو البراند ده منتشر ولا ايه، لان هي عاملة زي المحل اللي هما اللي زي اللي هما مثلا بيعملوا العطور والحاجات دي. وبمسح بقى الترابيزة وترابيزة الانتريه وترابيزة الشاشة، وبمسح الشاشة بس بحط الجلانس على الفوطة، ما تحطوهوش مباشر على الشاشة عشان لا قدر الله ما تتحرقش. شغلت المكنسة كده اشفط اي حاجة، اي حاجة واقعة هنا عشان برضو الدنيا تبقى كلها كده ايه تمام ونضيفة، واقعد اشرب بقى ايه الهوت شوكليت كده على رواق. ضروري تدخلوا الشمس كده الصبح، او اللي بيته ما بيدخلوش شمس هوا يعني، غيروا ريحة البيت هيفرق في طاقتكم جدا. رشوا روايح بخور اي حاجة، المهم برضو ده بيفرق جدا في الطاقة، وحقيقي احسن من نفسيتي. جينا بقى ايه هنا اعمل انا الدوناتس علبة الدوناتس دي كنت جايباها معاكم في المشتريات بتاعة الشهر، من كارفور، وكانت رخيصة مش غالية، كانت ب18 جنيه. حتى قعدنا نتخانق انا ومصطفى هاتها لا ما تجيبهاش، وانا اقول لا ما تجيبهاش واقول هيجيبها والكلام ده. فمكتوب عليها المكونات بسيطة جدا، وحقيقي طلعت تحفة تحفة تحفة. لو قعدت اقول لكم من دلوقتي لبكرة تحفة جدا ومش مكلف مقارنة بأسعار الدوناتس اللي بره. فحقيقي رخيص جدا وطعمه في حتة تانية. لو قلتلكوا احلى من اللي بره مش هتصدقوني. فهو مكتوب عليه ان احنا نحط 3 معالق زيت ونحط خميرة ونحط مية. فطبعا اللي بيبقى ايده كده في الطبيخ شوية انا كده اول مرة اكتشف نفسي ان انا ايه ده بقيت شطورة. قلت اختبر الخميرة الاول، هو كده كده كاتبين اهو كوباية مية، فقلت اختبر الخميرة عشان ما يبصش مني لو حطيت المكونات من غير ما اختبرها تكون باظت او حاجة. فعشان اختبرها حلو بحطها عليها كوباية المية ومعلقتين سكر، ولازم واغطيها كده. ده اللي بيخليها ايه تفور بسرعة. فلو فارت وتمام زي كده زي ما انتم شايفين يبقى هي كده تمام ايه، مظبوطة وحلوة مش بايظة. لو ما كانتش عملت كده يبقى هي كانت بايظة، ويبقى من الاول اغيرها بدل ما كنت ايه ابوظ العلبة كلها تمام. فما لقيتها تمام حطيتها وحطيت 3 معالق زيت وحطيت العلبة بس كده، يعني كوباية مية والخميرة الباكت ده الفورية ومعلقتين السكر دول من عندي وما مش كاتبينهم.
و3 معالق زيت وشكرا كده. وفضل بقى العجان يعجن فيهم جامد جامد لحد ما العجينه طرت كده. لو ما عندكيش عجان تعجني بايدك عادي. بعد كده بغطيها وبسيبها في فرن البوتاجاز تخمر. لما خمرت كده وحسيت ان هي عالت شويه وتمام، بعد حوالي ربع ساعه، هما برضو كاتبينلك الطريقه على العلبه، ابتديت افرد فيها باللي زي النشابه دي او بنشابه. المهم يعني بتفضلي تفردي فيها كده جامد. طبعا فردت كتير اكتر من اللي في الفيديو عشان بس ايه ما تفتكروش ان هما الفردتين اللي قدامكم دول. وبعد كده جبت القطاعة، قطعت الدونات موجودة في كل أماكن المستلزمات والحاجات اللي هي المنزلية وكده. دي كانت ب25. عايزة اقولكوا كنت جايباها قبلها بيوم من نفس الراجل نفس القطاعة، كان مديهالي مش فاكرة ب20. ورحنا الملاهي مع اسيا وكده، فاسيا ضيعتها. رحت له تاني يوم راح مزود عليها ايه مشخبط كده ان هي بقت ب25 ساعة الدولار وكده. المهم بتضغطوا في العجين جامد. لو لقيتوه بيلزق معاكوا قوي زودوا الضغطة جامد. تمام. وهنا ابتديت اشكل كل العجينة اللي عندي كلها، والعجينة اللي هي بتتبقى اللي بتبقى حوالين القطعة اللي انا بقطعها دي اكيد انتوا فاهمين. بلمها تاني، اكيد مش هرميها يعني، بلمها تاني وبرجع ايه اعجنها. بس المرة دي عجنتها على ايدي وبريحها. مهم جدا ان انتوا تريحوها، ومهم جدا ان انتوا اللي انتوا اتعمل ده قبل ما اهو بصوا بعجنها كده وبشيلها برضو وبغطيها وبريحها برضو حوالي ربع ساعة. واللي انتوا عملتوه ده بيتغطى برضو وتسيبوه 10 دقايق قبل ما ينزل في الزيت. الحركة دي مهمة جدا. كمان العلبة دي عملت لي 10 وحدات، فما شاء الله كده حلوة جدا. لو بتشتروهم من بره هيبقوا غاليين قوي، وهي ب18 جنيه. قبل ما تنزلوها في الزيت بتسيبوها بره كده متغطية ل10 دقايق، وبتنزلوها في زيت يكون سخن بس مش سخن اللي هو سايبينه كتير يعني، ويكون زيت غزير. تمام. بتاخد اللون بسرعة جدا. فلو انتوا حابين لونه يبقى فاتح كده طلعوها بسرعة، ما تستنوش عليها لان بيغمق في اقل من الثانية. تمام. حقيقي طلع تحفة ورهيب. يعني اللي كنت بتخانق ان لا مش هجيبها وبتاع، لا ده انا هجيبها كل مرة بجد حلوة قوي. بس وطلعت كده على طبق فيه مناديل وابتديت ان انا اكمل كل الكمية. عمل لي 10 وحدات زي ما قلت لكم. بعد كده النقطة المهمة جدا جدا اللي فرقت معايا هي الشوكليت اللي انتوا هتغطسوا بقى الدوناتس فيه ياخد طعمه، يعني ضروري يكون حلو وتكونوا بتحبوه. كنت عايزة دريم. مصطفى ما لقاش غير كوفرتينا دي، فقشطة هي حلوة وطعمها طلع حلو قوي. بس انا اللي غلطت غلطة، كنت بعمل لها حمام بخار. اول واحدة جابها لي كنت بوريكم في الاكياس، فالبخار المية طلعت على الشوكولاتة فخرزت فباظت. تمام. فجبنا واحدة تانية عملت لها ايه بقى، حطيتها جوه كيس. ودي طريقة الشيف فاطمة بوحاتي، جبتها من عندها. حطيتها جوه كيس وكسرت الشوكولات جوه كيس تلاجة ومعلقة زيت، وحطيتها في الحمام البخار في مية سخنة يعني دافية شوية. طلعت تحفة وساحت في ثواني زي ما انتوا شايفين وطلعت تحفة. لكن لما كنت حاطه الشوكولاته متكسره في طبق عادي دخلت فيها الميه وكانت سيئه. بس وكان الدوناتس رهيب. انصحكم تعملوه وتجربوه، حقيقي هتحبوه جدا 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 وهتدعولي. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ويلا اشوفكم على خير في فيديوهات جايه تانية كتير. ويلا باي باي.